السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ معاكم أحمد. النهاردة هنتكلم عن موضوع جدلي جدا وناس كتير ممكن تطلع تهاجمني، ولكن أنا عايزك تفكر معايا بالعقل والمنطق. هل يجوز إن أنا أجيب سواق عربية مثلا بيسوق عربية وليكن نقل أركبه طيارة؟ هل ده يجوز؟ فكر بس في السؤال ده عشان هنرجع له في الآخر. موضوعنا النهاردة عن فيزياء الثانوية العامة وفيزياء الكلية. حقيقي الموضوع يعني ده عامل مشاكل كتير جدا، فأنا حبيت إن أنا أتكلم عنه. مبدئيا فيزياء الثانوية العامة زي ما احنا عارفين بتتكون من 8 شابترز، بيسموا أول 4 شابترز بالكهربية والأربعة شابترز التانيين بالمودرن فيزيكس أو الفيزياء الحديثة. الأربعة شابترز الأولانيين بتلاقيه بيتكلم عن أومز لو كيرشوف، يعني سيركتس شوية دوائر. كمان بيتكلم في شابتر 4 عن شوية سيركتس اللي هم الاي سي سيركتس. وفي النص هشيلك شوية حاجات ماجنتيزم زي الاندكشن والماجنتيزم عموما بيتكلم عنه. طيب، هل ده كده اسمه كهربية؟ لا. المفروض ان اول 4 شابترز دول بنسميهم الكترومagnetic ثيوري، النظريه الكهرومغناطيسيه. طيب، هل احنا بندرس نظريه كهرومغناطيسيه في اول 4 شابترز؟ للاسف لا، ما بيحصلش. بتلاقي ان الطالب داخل بيقول لك الفي بتساوي اي في ار من غير ما يبقى عارف ان الاي ده كارنت، يعني كميه سكيلر مش كميه فيكتور ملهاش متجه، ويقعد يقول لك الكارنت اتجاهه يمين والكارنت اتجاهه شمال. وهو المفروض احنا نقصد حاجه اسمها الكارنت دينستي، ما نقصدش الكارنت، لان الكارنت دينستي غير الكارنت، وده اللي هتعرفه بعد كده لو بقى تشعبت في الفيزياء. ولكن مش دي مشكلتي كمان بتبقى في بعض المدرسين اللي باجي اتفرج عليهم. في ناس كتير ما بتبقى غير متخصصه، بتلاقيه مثلا يوصف لك الالكترون بالعربيه، يقول لك الالكترون ده كانه زي العربيه وهو ماشي في طريق، لو انا جيت قطعت الطريق ده يبقى الالكترون مش هيكمل. لا، الالكترون بيتحرك سواء كان في فيلد او ما فيش فيلد. نيجي بقى للمشكله الثانيه، ايه هو الفيلد؟ ايه هو المجال؟ دي برضو مشكله مدرسين الثانويه العامه ما يعرفوهاش، او ايه هو الفيلد. في حقيقه الامر تخيل معايا ان الالكترونات دي مجموعه كده من البلي الصغير، وتخيل ان انا لزقت كل البلي ده في بعضه وجيت لمست اول بليه. ايه اللي هيحصل في اخر بليه من الناحيه الثانيه؟ هتتحرك في نفس اللحظه اللي انا لمست فيها اول بليه، صح؟ هو ده تأثير الفيلد بمجرد ما يبدأ أول واحدة بتتحرك بتلاقي آخر واحدة اتحركت، ويحافظوا على نفس المسافة، يتحركوا بالشكل ده. لأن أصلا الإلكترون عشان يتحرك سنتي واحد في سلك نحاس، بنفترض إن السلك النحاس ده البيوريتي بتاعته عالية جدا 100%، بيحتاج 4300 سنة عشان يمشي سنتي. أنت متخيل؟ فما تجيش بقى تمشي لي الالكترون 5 6 متر وترجعه 7 8 متر وتقول لي الالكترون بيمشي. لا، ده 4000 سنه، انت بتتكلم في اعمار. ده يعني من ايام الفراعنه هتلاقي الالكترون مشي 2 سم. فدي بتبقى مشكله كبيره جدا ان احنا ما بنفهمش اومز لو صح. اومز لو اللي احنا بندرسه في الثانويه العامه ده بنسميه الماكروسكوبيك فيو. ماكروسكوبيك فيو ده يعني النظره اللي هي مننا احنا من بره ليه، يعني انا ببص من حاجه من بره لكن ما دخلتش جوه شفت الالكترونز بتتحرك ازاي، اللي هو الميكروسكوبيك. مايكروسكوبيك جاي من كلمه مايكروسكوب، فانا بدخل في الميكروسكوبيك اشوف الالكترون ده بيتحرك ازاي. فهتلاقي ان اومز لو اللي انت بتدرسه ده حاله خاصه من اومز لو اصلا. اللي انت الحقيقي يعني اومز لو الحقيقي مثلا ان الجي بتساوي سيجما في اي. ايه الجي بقى؟ الكارنت دينسيتي، السيجما الكوندكتيفيتي، الاي ده الالكتريك فيلد و لان الطلبه ما تعرفش الكلام ده. الفيزياء ما هي الا مجرد مسائل، كل ما تطبق في المسائل كل ما تحل. ولكن بنقع في كارثه ان انت بتلاقي ان بعض المدرسين الغير متخصصين بيشرحوا حاجات غلط، ده الناس المتخصصه بيشرحوا حاجات غلط. يعني في مدرس شهير جدا جدا جدا، وانا مش هقول اسمه، بس يعني اشهر مدرس بيدرس فيزياء واشهر مدرس بيدرس فيزيكس بالانجليزي، ما يعرفوش النسبيه الخاصه ومبادئها ايه. هتقول لي ايه هي النسبيه الخاصه؟ ليها علاقه بمنهج الثانويه العامه؟ اه والله ليها علاقه. يعني قانون الناس ماشيه بيه اي بتساوي ام سي سكوير، ده الناس بتطبقه غلط. الناس فاكره ان الفوتون ليه كتله. يا جدعان الفوتون والله ما ليه كتله، الفوتون ماسلس. يا عم اسال شات جي بي تي. فتلاقي الناس بتطبق ان الاي بتساوي ام سي سكوير على الفوتون. يا جدعان الموضوع مش كده، الفوتون ليه حاجه اسمها طاقه. عشان اطبق قانون الانرجي على الفوتون ففي قانون تاني يخضع للنسبيه الخاصه، فما ينفعش اطبق اي بتساوي ام سي سكوير على الفوتون.
ده ما ينفعش يا جدعان. ما ينفعش خالص بأي شكل من الأشكال إن احنا نطبق القانون ده. فأنت بتلاقي إن ناس مش فاهمة بتبدأ إن هي تشرح الكلام ده. لو واحد متخصص وشرح حاجة غلط مش عيب، أحيانا كلنا بنغلط وأحيانا كلنا بيبقى عندنا ميس كونسبت في حاجة معينة. بس لو أنت أصلا تخصصك فيزيكس سواء تربية أو علوم، فأنت لما تعرف الصح خلاص هتتجنبه وهتفهم أصلا أنت غلطت في إيه. لكن تخيل بقى واحد زي صيدلة، يعني في مدرسين ثانوية عامة من صيدلة أو حتى من هندسة ما يعرفش أي حاجة عن النسبية الخاصة أصلا، تيجي تفهمه الصح عمره ما هيفهم. ليه؟ عمره ما خد نسبية خاصة. فدي مشكلة كبيرة. ده غير أصلا إن منهج الثانوية العامة بتاع المودرن فيزيكس هو من كل لون أغنية. يعني إيه من كل؟ شوية ليزر، شوية إلكترونيكس آخر شابتر، شوية مشروح لك الدواليتي، شوية الأتوميك سبيكترا. فمشكلة كبيرة قوي إن أنت بتلاقي إن ناس كتير بتدرس مواضيع كتيرة من غير أصلا ما يفهموا المواضيع دي إيه. بلس ان في كمان مشكله دي بقى تتعلق بمنهج الثانويه العامه نفسه. يا جدعان الثانويه العامه هي الستيب اللي قبل الكليه، لازم الفتره دي الطلبه تدرس من مراجع زي سيروي، هاليداي، المراجع المشهوره، يا سيدي يونيفرسيتي فيزيكس، اي مرجع. لكن ما ينفعش ان انت تخليه يدرس من كتاب يحمل كتير من الاخطاء، الكتاب مليان فعلا اخطاء من جوه. فدي كارثه كبيره جدا. خلوهم زي مدارس ستيم، مدارس ستيم بيدرسوا من مراجع، ادرس زيهم من مراجع. طالب الثانويه العامه ما يقلش كتير عن طالب ستيم، فعادي ان انت نخليه يدرس من مراجع. كمان لازم يبقى في تحرك ان الناس الغير متخصصه ما تدرسش فيزياء. هو ينفع واحد بتاع صيدله يروح يدرس فيزياء؟ يا جدعان ازاي؟ ده طول حياته قاعد يدرس في الصيدله، لا يعرف حاجه في الفيزيكس ولا يعرف حاجه في الكوانتم ميكانكس ولا يعرف حاجه في الكلاسيكال ميكانكس ولا اي حاجه. فانت ازاي ان انت تيجي تدرس فيزيكس؟ يعني موضوع فعلا عبثي الى ابعد الحدود. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. فقبل ما اقول لك انت بتدرس ايه في الكليه، حابب اوجه لك رساله مهمه جدا. سواء انت كنت طالب في الثانويه العامه او هتخش الثانويه العامه جديد او انت ولي امر، بلاش تاخد مع الناس غير متخصصين. لسبب، هو ممكن ما يدكش معلومات دقيقة. المعلومات لما بتكون مشوهة بتفضل ثابتة في الدماغ ما بتتغيرش، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. يا جدعان احنا عاوزين نغير طريقة تفكيرنا، احنا عايزين دماغنا تكون بتفكر صح. فابعد عن الناس اللي هم خريجين بقى صيدلة، خريج هندسة، خريج أي حاجة غير إنه يبقى تربية أو علوم. الناس دي أول ناس هتقع في مشاكل كبيرة جدا أول ما المنهج ده يتغير، لأن ده منهج كارثي. فعاجلا أم آجلا هيتغير. ولكن أنا ما يهمنيش هم، أنا يهمني انت اللي لازم تتعلم صح. طالما عايز تتعلم صح يبقى لازم تبعد عن الناس دي على قد ما تقدر. ابعد عنهم، خد مع ناس يكونوا خارجين تربية او خارجين علوم، وهتلاقي ناس كويسين ومدرسين كويسين ومنهم ناس برضو مشهورين وناس نص نص عادي. ولكن ما تجيش تاخد مع واحد تاني من صيدلة، لان مع احترامي للجميع اللي دخل كلية صيدلة حكومة، ده مش الحكومة صرفت عليه معامل وأجهزة وصرفت عليه فند والكلام ده كله، يجي المفروض يفيد الدولة في الصيدلة، يروح يدرس تربية يقول لك اصل انا شغفي ان انا ادرس. طب انت شغفك انك تدرس كنت سبت المكان ده لواحد عايز فعلا يفيد بلده في الصيدلة او عايز يفيد بلده فعلا في الهندسة، ما تجيش انت تاخد مكانه. هي دي الفكرة وما فيها. ففي النهاية أرجوكم بلاش تاخدوا مع الناس اللي بالطريقة دي. منهج الكلية بقى مختلف. منهج الكلية انت فعلا بتخش بتدرس الحاجة من اصلها، يعني سواء دخلت كليه علوم او دخلت اي كليه وبتدرس فيها فيزياء، فهتلاقي الكلام بقى بادئ من البدايه. ايه بقى النظريه الكهرومغناطيسيه، ايه هو كولومز لو، ايه هو جاوس، بعد كده نربطه بماكسويل وماكسويلز ايكويشنز، وتبدا تتعلم صح. سواء برضو دخلت في الكلاسيكال ميكانكس يبدا معاك خالص من نيوتنيان ميكانكس، بعدين يتطرق لللاجرانجيان والهاملتونيان وهكذا. كذلك برضو لو بتدرس ثيرموداينامكس فيبدا يمهد لك للستاتستيكال فيزيكس والكلام ده كله. فتيجي بقى الطالب يخش المحاضره يقول لك ايه ده؟ ايه الفيزياء دي مش الفيزياء، انا الفيزياء خدتها في ثانويه عامه مش هي دي. ويقول لك انتوا الغلط. يعني احنا اللي بندرس الفيزياء بقى لنا قد كده هنبقى غلط عشان انت درستها في ثانويه عامه بطريقه غلط فعايز تفتكر ان طريقه الثانويه العامه هي الصح واحنا لازم نمشي على طريقه الثانويه العامه؟ لا طبعا. امشي انا، امشي غور، امشي يا زي.
انت عارف يا صديقي ان من ضمن الحاجات الغريبة جدا ان جامعات كبيرة جدا زي MIT بيخش يدوا قوانين للطالب. يعني ايه؟ يعني بيدوك القوانين يقول لك حل. هي الفكرة مش في القانون، والله ما حد يحفظ قانون، كل اللي ما عليك ان انت هنديك القوانين جاهزة، ولكن الفكرة في كيفية استخدام القوانين دي باستخدام فلسفتك في الفيزيكس. يعني انت لازم تبقى فاهم الفيزيكس عشان تبقى فاهم ازاي هستخدم القوانين، مش احفظ قانون عشان اعوض فيه بارقام واطلع نتائج. دي بتبقى مشكلة كبيرة قوي، ولكن دي خلينا نقول عليها من ضمن مشاكل الثانوية العامة اللي أكيد لازم تتعالج في المستقبل. عشان كده في النهاية خد مع الناس المتخصصة، الناس اللي هتعلمك فيزيكس بجد. وبس أتمنى ما أكونش زعلت حد مني في الموضوع ده، لأن أنا عارف ناس كتير تزعل مني وناس كتير هتعارضني، خصوصا ناس مثلا مهندسين مشهورين بيدرسوا الفيزيكس وهكذا، ولكن هي مجرد وجهة نظر وأنا بنيها على موضوعات حصلت بالفعل. يعني فعلا الناس دي في حاجات كتير في الأساسيات هم ما يعرفوهاش في الفيزيكس، فيعني خلينا نكون واقعيين. وبس انا مش منتظر ان هم يهاجموني او ما يهاجمونيش، الموضوع ده مش هيفرق معايا، ولكن انا يهمني الطالب ازاي يتعلم صح. وفي النهايه تعمل كده وعمل سبسكرايب للقناه ولايك لو الفيديو عجبك، وبس كده. السلام عليكم، وما تنساش ان دعمك هو المهم لينا ان احنا نكمل.